نعم سيدي عزك الله. مولاي صاحب الجلالة، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لجلالتكم التي أصدرتموها بصفة جلالتكم أميراً للمؤمنين، تم إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت الرئاسة الفعلية لجلالتكم أعزكم الله. وقد تفضلتم يا مولاي بتعيين السيد أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيساً منتدباً لهذه المؤسسة. وبهذه المناسبة وبهذه الصفة سيتقدم السيد أحمد توفيق بإلقاء كلمته في هذا الموضوع بين يدي جلالتكم نصركم الله وأعز أمركم. الله يبارك سيدي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الأكرمين. مولاي أمير المؤمنين، يحضر أمام جنابكم الشريف علماء وعالمات من 29 بلدا إفريقيا للمشاركة في مراسم الإعلان عن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وللتعبير عن الابتهاج بقراركم السامي بإحداث هذه المؤسسة المباركة. لقد سبق لنخبة من هؤلاء العلماء من 20 بلدا أن تعرفت على هذا المشروع، حيث ناقشته وأغنته بأفكارها في اجتماع انعقد بتعليمات منكم بالرباط في فاتح الشهر الماضي. مولاي أمير المؤمنين، إن قراركم إحداث هذه المؤسسة ليس وليد ظرفية خاصة أو فكرة طارئة، بل هو عمل في العمق يعتمد على علاقات المملكة المغربية بهذه البلدان في الماضي، كما يستند إلى جملة من الاهتمامات المتصلة بالحاضر والمستقبل. أما وشائج الماضي فتتمثل في اللحمة البشرية بين المملكة المغربية الشريفة وبين العمق الإفريقي جنوبي الصحراء، كما تتمثل في تراث حضاري وثقافي مشترك يتجلى على الخصوص في وحدة المقوم الديني بأبعاده العقدية والمذهبية والروحية، تراث مادي وروحي عقلاني وعاطفي صمد وما يزال يصمد للأطماع والدسائس وللإغراء الإيديولوجي المتنوع المصادر. وفي ضوء هذا السياق يمكن لكل متتبع أن يتأكد أن إنشاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بتعليمات سامية شريفة منكم مشروع في إطار الاستمرارية التاريخية والتعهد المتجدد للأمانة التي تتحملونها في رعاية هذه العلاقات، ولا سيما في جانب حماية الملة والدين المنوطة بإمارة المؤمنين. ومن تجليات هذا التعهد في العقود الأخيرة إقامة مساجد في بعض البلدان، والحضور المستمر للعلماء الأفارقة في الدروس الحسنية، وتأسيس رابطة علماء المغرب والسنغال، وإنشاء معهد الدراسات الإفريقية، واحتضان لقاءات للطرق الصوفية، وتفعيل عدد من اتفاقيات التعاون في الشؤون الإسلامية. أما علاقة إحداث هذه المؤسسة باهتمامات الحاضر والمستقبل فتتمثل على الخصوص في أمرين مشهودين: أولهما انتظارات معبر عنها رسميا من جانب بلدان إفريقيا، وتتجلى على الخصوص في الطلبات الموجهة إليكم يا مولاي بخصوص تكوين الأئمة والمرشدات، اقتناعا من الدول بضرورة تأثير سليم للتدين وفق تقاليد السماحة والاعتدال، وثانيهما تشوف العلماء الأفارقة إلى التعاون، وهي رغبة ملحة صادرة عن وفائهم لإسلافهم الذين تنتهي معظم أساندهم في العلم والسلوك إلى مشيخات في المملكة المغربية. إنها حقيقة لا يشوبها من ولا أذى، ولا أحد تخفى عليه اليوم الأهمية الكبرى التي يكتسيها استثمار هذا الرأسمال المشترك، ووجاهة إقامة إطار عقلاني علمي وتدبيري لعمل حكيم مستدام لهذا الاستثمار، وهو ما وفقكم الله إليه يا مولاي بإحداث هذه المؤسسة، علما بأن خدمة الدين على هذا المنوال لا يمكن أن تكون لها أهداف مبطنة، إذ هي مبنية على الإخلاص لله تعالى في حسن التبليغ الذي هو المهمة النبيلة للعلماء، مهمة لا يمكن تسخيرها إلا لما ينفع الناس في الأرض، وأساس ما ينفع الناس هو المحجة البيضاء في بناء السلام والاستقرار والعمل الصالح الذي تعبئ له قيم الدين إذا حفظ فهمه وصينت ممارسته من الجهل والزيف والتطرف. مولاي أمير المؤمنين، لقد أقمتم هذه المؤسسة لتكون فضاء لبذل الاجتهاد المطلوب الذي يتيح الاستفادة المكيفة وبالقدر الممكن
من نموذج تدبير الشأن الديني الذي بنيتموه في مملكتكم الشريفة، سواء في جانبه الفكري أو التأطيري أو الخدماتي. ولا يتعلق الأمر بتصدير نموذج أو استيراده، وإنما يتعلق باغتنام ما يوفره النموذج المذكور بحكم قيامه على نفس الثوابت المشتركة من فرص حماية الدين في انسجام مع الاختيارات الحديثة في الجوانب السياسية والاجتماعية والحقوقية، وفي مراعاة تامة لما هو قطعي من أحكام الشريعة السمحة، وهذه هي أمة المسلمين في الوقت الحاضر. وحيث إن المرأة والرجل في النموذج المغربي يشاركان سواء بسواء في الالتزام بالدين وفي المسؤولية عن حفظه وفي الحياة الكريمة وفق هديه، فقد أبيتم يا مولاي إلا أن تحضر المرأة العالمة الإفريقية في هذا اللقاء بنسبة لافتة، استشرافا لما سيكون لها إن شاء الله من دور مشرق في نشاط المؤسسة وفعاليتها. مولاي أمير المؤمنين، لقد جاءت مقتضيات الظهير المحدث للمؤسسة واضحة في الحيثيات والأهداف بما ينسجم مع المعطيات التي أشرنا إليها، كما نصت على أن تكوين فروع المؤسسة في البلدان يخضع بالضرورة للقوانين الجاري بها العمل في كل بلد. ويفهم من هذا المعطى بشكل واضح أن المؤسسة لا تقوم بديلا لأي مؤسسة رسمية وخاصة كيفما كانت، وأنها في إطار التواصل المشروع مدعوة إلى التعاون مع كل من يقوم على مهام مماثلة ويسعى إلى خير البلدان وسعادتها. مولاي أمير المؤمنين، عملا بتوجيهاتكم السامية من أجل تفعيل دور المؤسسة في أقرب وقت ممكن، سينعقد بحول الله اجتماعان قبل نهاية السنة: اجتماع لإرساء هياكل المؤسسة وللتداول في كيفية تفعيل آلياتها ووضع استراتيجية عملها في المدى القريب والمتوسط، واجتماع مع الفروع التي تكون قد استكملت تدابير قيامها في بلدانها، وذلك من أجل وضع برامج عمل برسم السنة الموالية. بارك الله في أعمالكم يا مولاي وسدد خطاكم وتقبل منكم، والسلام على مقامكم الشريف ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك من سيدي. نعم سيدي عزك الله. يتقدم الأستاذ إبراهيم صالح الحسيني رئيس هيئة الإفتاء والمجلس الإسلامي النيجيري بكلمة بالنيابة عن العلماء الأفارقة الحاضرين في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير رسل الله أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله المطهرين وعلى أصحاب السادة رجوم المعتدين وأئمة المهتدين. أما بعد، مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيدكم الله بنصره وأدام الله عزكم وعلاكم، آمين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لقد اقتضت سنة الله تبارك وتعالى أن تمر الأمة الإسلامية منذ بزوغ فجر الإسلام بأنواع كثيرة من الابتلاءات والمحن، ولكنها استطاعت أن تتجاوزها جميعا بفضل تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وبالتفافها حول قادتها الملهمين من أولي الأمر حكاما أقوياء عادلين وعلماء أتقياء عاملين، حتى وصلت إلينا أمانة هذا الدين في هذا العصر على أيدي علمائنا الربانيين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولم يبدلوا ولم يحرفوا، فجاءنا الإسلام نقيا سالما كما جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من عند ربه. وإن لله تبارك وتعالى ضنائن من عباده في هذه الأمة يدخرها إلى وقت الحاجة، ونحن إذ نعيش أحزانا وآلاما بسبب ما آل إليه أمر الأمة من انتشار الغلو والتطرف في كثير من البلدان، إذا بنا نسمع
ونلبي نداء صاحب الجلالة مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين الملك محمد السادس حفظه الله لتكوين هذه المؤسسة التي هو بصدد الإعلان عنها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر العظيم، وفي هذه البقعة الطاهرة لتجمع بين العلماء الأفارقة مغاربة وغيرهم قياما بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، اقتداء بأسلافنا الأوائل الذين نشروا الإسلام بصفائه ونقائه في ربوع القارة السمراء بالأخلاق الفاضلة والقيم التي جاء الإسلام لنشرها لإسعاد البشرية جمعاء. ومما تجدر الإشارة إليه أن علاقة المغرب بالأمم الإفريقية في الحقيقة هي علاقة روحية قبل أن تكون مادية، فالمغرب مع أن له الفضل في نشر القيم الإسلامية في إفريقيا تجمعه مع كل الدول الإفريقية العقيدة والمذهب والمنهج السني في التصوف والسلوك، فنحن جميعا أشاعرة ومالكية على مذهب الإمام الجنيد في السلوك، ولذلك فإننا نعتبر النداء إلى هذه المؤسسة عملا جاء في وقته. وها نحن اليوم نرى أن الله تبارك وتعالى قد حقق لنا أمنية غالية عجزنا عن تحقيقها مع شدة الحاجة إليها من قبل، حتى قيض الله تبارك وتعالى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره للقيام بهذا العمل الكبير، والشيء من معدن لا يستغرب. ومن هنا فنحن باسم أصحاب الفضيلة العلماء من إفريقيا الحاضرين والذين تغيبوا لأعذار شرعية مع تصميمهم على الحضور لاحقا إن شاء الله نعلن قبولنا النداء لهذه الدعوة، وبأن هذه الدعوة جاءت في وقتها ولم يوافق العلماء عليها ويقبلوها ولم يتعاهدوا على إنجاحها إلا لأنها دعوة من صميم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد دعانا الله تبارك وتعالى إلى الوحدة وإلى التمسك بطاعة أولي الأمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وختاما نتضرع إلى المولى عز وجل أن يحفظ جنابكم السامي الشريف يا أمير المؤمنين بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يطيل بقاء جلالتكم منعمين متمتعين بالصحة الكاملة مع العز والتمكين والنصر المؤزر والفتح المبين، وأن يقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي مولاي الحسن، وأن يشد عضدكم بصنوكم صاحب السمو الملكي مولاي الرشيد وسائر أفراد الأسرة العلوية المجيدة. كما نتقدم إلى جنابكم السامي الشريف بأصدق التهاني بمناسبة إقامة هذه المؤسسة التي ستكون فخرا التي سيكون لها شأن تحت رعايتكم الشريفة إن شاء الله، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا للعمل فيها بإخلاص وتجرد من أجل رفعة هذا الدين والمحافظة على ثوابته، وأن يبقي المملكة المغربية قوية موحدة في ترابها الطاهر تنعم بالأمن والسلام الدائم وبمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار. والسلام على مقامكم ورحمة الله وبركاته. كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة سيد أحمد التوفيق، والشيخ إبراهيم صالح الحسين رئيس هيئة الإفتاء والمجلس الإسلامي النيجيري نيابة عن العلماء الأفارقة، وقد ألقيا كلمة بين يدي أمير المؤمنين بمناسبة الإعلان عن تأسيس هذه المبرة الجديدة من مبرات أمير المؤمنين في تدبير الشأن الديني. يتقدم للسلام على أمير المؤمنين الأستاذ عبد الله بن بية، عالم من موريتانيا. كما يتقدم للسلام على جلالة الملك الأستاذ روحان أمباي، وهو عالم من السنغال، والأستاذ عبد العزيز ميغا، عالم من مالي. إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة يأتي رغبة من جلالة الملك في المحافظة على وحدة الدين
وحماية العقيدة والوحدة الروحية للشعوب الإفريقية من كل النزعات والتيارات والأفكار التي تمس بقدسية الإسلام ومقاصده. يتقدم للسلام على جلالة الملك الأستاذ عبد الرحمن أمادو التجداني عالم من النيجر، والأستاذ حسين حسن أبكر وهو عالم من تشاد. من أهداف المؤسسة تنسيق جهود العلماء المسلمين بكل من المغرب وباقي الدول الإفريقية للتعريف بقيم الإسلام السمحة. يتقدم للسلام على جلالة الملك الأستاذ أبو بكر ذكوري عالم من بوركينا فاسو، والأستاذ فانس محمد جامي عالم من غامبيا، والأستاذ مامادو أوري بلادي وهو عالم من غينيا بيساو، والأستاذ محمد غزالي جيكني عالم من غينيا، والأستاذ إسماعيل إبراهيم كوروما وهو عالم من السيراليون، والشيخ كافومبا كوني وهو عالم من ليبيريا. كما يتقدم للسلام على جلالة الملك الأستاذ بوكاري فوفانا عالم من الكوت ديفوار، والأستاذ مصطفى إبراهيم وهو عالم من غانا، والأستاذ عبد الرحيم شئت الثاني عالم من البنين، والأستاذ عالمي عبد الله عاطر عالم من جيبوتي، والأستاذ عبد الله الشريف حسن الحسني عالم من الصومال، والأستاذ صالح داي عالم من إفريقيا الوسطى. كما يتقدم للسلام على جلالة الملك الأستاذ حياة محمد جبيل عالم من الكاميرون، والأستاذ أبيبو رشيدي ماكانجا عالم من الكونغو، والأستاذ والفريد فيغاس منير عالم من ساوتومي، والأستاذ إسماعيل أوسيني أوسا عالم من الغابون، والأستاذ محمد أشيبوانا عالم من كينيا، والأستاذ الشيخ أبو بكاري زبيري عالم من تنزانيا، والأستاذ ماتيا لوزولا عالم من أنغولا، والأستاذ محمد إسلام بوانا وهو عالم من جزر القمر، والأستاذ محمد كارلو عالم من جنوب إفريقيا. كما يتقدم للسلام على جلالة الملك الأستاذ أساري موكو فوندي وهو عالم من مدغشقر، والأستاذ محمد فاكميساه عالم من الموريس. من بين أهداف المؤسسة التشجيع على إقامة المراكز والمؤسسات الدينية والعلمية والثقافية بغرض تنشيط الحركة الفكرية والعلمية والثقافية في المجال الإسلامي. إلى هنا سيداتي سادتي نودعكم.